حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بصحه وخير وسعاده وهنا. نبدا الفيديو كده ببركه سيدنا النبي ونصلي على الحبيب. وما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه، وكمان تشتركوا هنا في الفيسبوك واليوتيوب علشان يوصلكم اي فيديوهات انزلها واي ستوري انزلها توصل لكم كلكم. انا معايا هنا هنعمل اكله سهله وسريعه جدا جدا جدا. للناس اللي زهقانه من المطبخ، الناس اللي نفسها تاكل الاكله دي، بس الاكله دي لازم تتعمل باللحمه. عادي جدا ممكن نعملها بالفراخ يا جماعه. بصوا، ما تعقدوش الدنيا، خدوا الدنيا ببساطه. ممكن تعملوها من غير لحمه ومن غير فراخ وهتبقى طعمها تحفه. الاكله ديت حبيبه الملايين. انا هنا معايا هنا صدرين كده من الفرخ، صدرين من الفراخ. كانوا مخليين ومحطوطين عندي في الفريزر، كانوا متربين يعني. وبشرت بصلتين كده صغننين، هقطعهم كده مكعبات، يعني مكعبات على قد المعلقه او كبيره شويه علشان ما تتهريش مني. تمام. بقسم كده الكتف نصين بس، مش بعمله اكتر من كده، وبعمله كده طرنشات، وبعد كده الطرنشات دي بروح قسمها نصين. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى يا جماعه، بنية ان ربنا يكرمنا ان شاء الله كلنا. بنقطعها بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهجيب بقى البصلايه كده واديها تقليبه في بعضها، ورشه من الفلفل الاسود، وكمان رشه من الملح، بس لا ازيد ولا اقل. ما تكتريش توابل علشان تحسي بطعم الاكل، ما تحسيش ان انت بتاكلي التوابل كده. ده بقى تقليبه كده وهنركنها على جنب، بتشيل منها اي زفاره، بتشيل منها اي حاجه وحشه، اي ريحه انت مش حباها فيها. بعد كده هنبدا نجهز في الصلصه بتاعتنا بتاعه الطاجن بتاعنا اللي هيدخل الفرن. يا جماعه، هي الدنيا ايه غير شويه طواجن وحاجات فوق بعضها كده؟ يعني دخليها الفرن كده تبقبق مع نفسها كده، تحفه 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 تحفه. ضرب بقى هنا الطماطم. انا عايزه اقول لكم ان الطماطم ديت انا ضربت معاها 3 فصوص توم، بس نسيت اصور الحته دي. جبت بقى حله وحطيت فيها معلقه من السمنه البلدي او الزيت، وجبت بصلايه كده واخرطها ناعم. بصلايه واحده مش مستاهله ان احنا نطلع الكب، اخرطها كده على ايدك يمين وشمال كده هتلاقي نفسك خلصتيها. ده بقى تشويحه كده لحد ما ريحتها تبدا تطلع. وبعد كده هجيب الباميه بتاعتي. الباميه دي كنت انا شارياها متفرزه جاهزه، لسه ما اشتريتش الباميه اللي هتطلع جديده يعني. قولوا لي عندكم الباميه بكام، لان احنا لسه الاسعار عندنا سامعه اسعار خزعبليه، الكيلو ب 40 جنيه تقريبا، فمش عارفه. وبعد كده حطيت الطماطم. واحط بقى شويه من الكمون، شويه فلفل اسود، شويه ملح، وشويه سكر علشان الحموضه بتاعه الطماطم، ومكعب ماجي، وكيس من ال11 بهار بتاع كنور، وشويه كزبره ناشفه. وكمان حطيت شويه بابريكا مدخنه هتديها كده طعم حلو شويه يعني. البابريكا المدخنه لو ما جربتوهاش حاولوا ان انتوا تشتروها وتجربوها، بجد هتعتمدوها في كل اكلكم. بعد كده هديها بقى، هنقلها على العين اللي ورا، هسيبها كده تبقبق مع نفسها شويه على ما اشوح الفراخ. حطيت برضو هنا معلقه كده من السمنه، وهنا زودت للباميه كوبايه ميه صغيره خالص علشان ما تتقلش معايا. حطيت هنا بقى ايه الفراخ اللي انا كنت متبلاها بالبصل والفلفل الاسود والملح. هديها بقى تشويحه كده لحد لونها ما يغير زي ما انتم شايفين كده. جماعه اسفه لو انا صوتي مخنف شويه، لان انا عندي دور برد قاتلني، الدور اللي ماشي في الايام دي. بعد كده بقى ايه، انا كنت عايزه ادخلها الفرن زي ما هي كده في الصينيه دي، بس زوجي حبيبي قرة عيني قال لي بطعمها في الطاجن هيبقى احلى. احنا نعمل بكلام الاستاذه ياسمين عز، ونعمل الحاج صاحب البيت عايزه. تمام تمام، خلينا ماشيين وراكي لحد ما هتلبسنا في الحيط يا اختي. ولا ايه رايكم يا نسواني؟ فنزاتي فلذاتك اجبادي، قولوا لي رايكم، قولوا لي رايكم ايه في ياسمين عز يا جماعه في الكومنتات كده. هنحط بقى كده قرنين فلفل كده على الوش، ما رضيتش اقطعها في قلبها علشان ما تبقاش حر، عشان في اطفال هياكلوا، الاطفال ايه احباب الله. هندخلها بقى الفرن كده. انا اخدت معايا يعني قولوا ايه، ساعه الا ربع، ساعه الا ربع. هنعمل بقى هنا ايه، شويه رز بشعريه. ممكن تعملي رز ابيض، رز بشعريه، رز حبه وحبه، بس احنا عندنا رز بشعريه مقدس بنحبه كلنا. كالعاده انا عامله تقطوقه رز وحط عليها تقطوقه شعريه، انا بحب الشعريه تبقى كتيره في الرز. شويه ملح بقى على الرز، واديله تشويحه يمين وشمال. وبعد كده بزود الميه عشان الرز يطلع معاكي مظبوط. الميه بتحطيها عقله صباع فوق الرز، واول ما يغلي معاكي هتسيبيه لحد ما يشرب الميه خالص، وهتديله تقليبه كده. وبعد كده تنقليه على العين اللي ورا على نار هاديه جدا جدا لحد ما يستوي معاكي. بياخد حوالي نص ساعه، عشان الناس اللي بتبقى عايزه المقادير مظبوطه، والناس بتبعت لي تقول قولي التفاصيل بالظبط واخدت قد ايه في الفرن. انا قلت اهو، الباميه اخدت معايا ساعه الا ربع،
اللهم صل على محمد. والرز بتسيبيه حوالي نص ساعه. هنا بوريك اهو ان الباميه دايبه دوب، شايفين؟ والقرن زي ما هو، يعني انت بتتكي على القرن كده بيروح فشش لوحده. واللحمه كمان مستويه واخده من طعم الباميه، والباميه واخده من طعم الفراخ. جماعه تحفه. الناس اللي عماله تقول مش عارفين ناكل باميه علشان اللحمه واللحمه غاليه، جماعه قطعوا اللحمه. انا مقاطعه اللحمه علشان جشع التجار. قطعوها وما تشتروش اي لحمه خالص الا ما ينزلوا الاسعار. هنا الباميه ها باكلها بالعيش الملدن. جوزي بقى اللي نزل جاب عيش ملدن عشان بيحبه. اشوف وشكم في فيديو جديد. باي باي.